في حياتك ممكن 5 دقايق بس تغير كل حاجة، مستقبلك، علاقاتك، وحتى مصيرك بالكامل. عمرك فكرت إيه ممكن تعمل ال5 دقايق دي؟ تخيل معايا، رايح السوبر ماركت تشتري كيس فستق. حاجة بسيطة جدا صح؟ لكن بسبب الكيس ده بتتأخر 5 دقايق عن ميعادك. ال5 دقايق دول يخلوك تقابل شخص يغير حياتك، أو تنجو من حادث كان ممكن يقلب الدنيا عليك. ومن هنا جات فكرة كتاب نظرية الفستق للكاتب فهد عامر الأحمدي. الكاتب بيقول: حياتك كلها عبارة عن سلسلة قرارات صغيرة ممكن تبان تافهة، لكنها مع الوقت بتكون مستقبلك. يعني قرار بسيط النهاردة ممكن يكون سبب نجاحك أو فشلك بعد سنين. الكتاب بيغطي مواضيع فلسفية، نفسية، واجتماعية. بيركز على فهم الطبيعة البشرية، العقل، السلوك، والتفاعل مع العالم الخارجي. وبيقدم رؤى عميقة عن طريقة عمل العقل البشري، دوافع السلوك، وكيفية التعامل مع تحديات الحياة. لكن الأهم إنه بيقدم أفكار عملية للتوجيه الذاتي والتنمية الشخصية. ولو دي أول مرة تشوفنا، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك أقوى ملخصات الكتب اللي هتفتح لك أبواب جديدة للفهم وتغير طريقة تفكيرك. الدرس الأول: اعرف نفسك قبل أي شيء. قبل ما تضيف أي أفكار إيجابية أو تطور أي حاجة من بره، لازم الأول تغوص جوه نفسك. الكتاب بيقول: الجهل بالنفس يعني كأنك بتبني بيت على أرض مش ثابته. أي مهارة أو فكرة إيجابية تحطها فوق أرض مش ثابتة مش هتثبت. لازم تعرف نقاط قوتك، ضعفك، ودوافعك الحقيقية، وإلا أي تطوير هتعمله هيكون شكله من بره بس. ليه معرفة النفس مهمة؟ 1. القرارات بتكون أوضح. لما تبقى فاهم نقاط قوتك وضعفك، قراراتك هتكون مبنية على واقع، مش على تخمين أو تقليد للآخرين. مثال: لو عارف إنك بتحب العمل الحر وبتكره الروتين، هتختار مجال يناسبك بدل ما تروح وظيفة هتستهلكك. 2. تقلل الإحباط. أغلب الإحباط بيجي من إننا بنسعى لأهداف مش بتاعتنا أصلا. لو أنت عارف دوافعك الحقيقية، هتركز على أهداف مناسبة لشخصيتك، فهتحافظ على حماسك. 3. تحدد أولوياتك. مش كل حاجة في الحياة تستاهل نفس المجهود. معرفة نفسك بتخليك تعرف إيه اللي فعلا يفرق معاك. مثال عملي: شاب قرر يدخل كلية طب لأنه مستقبل مضمون زي ما أهله بيقولوا، لكن بعد سنتين حس بالاكتئاب لأنه بيكره الحفظ وبيحب الإبداع. لو كان سأل نفسه من البداية عن نقاط قوته وشغفه، كان ممكن يختار مجال يناسبه أكتر ويوصله لنجاح حقيقي. الدرس الثاني: الفرق بين الأماني وخطة العمل. كلنا بنتمنى النجاح والسعادة، لكن الفرق ضخم بين الأمنية والخطة. الأمنية حلم، مجرد صورة في دماغك، لكن الخطة فيها خطوات واضحة، جدول زمني، ورؤية محسوبة بالثانية. زي الطيارة، ليها خطة إقلاع، مسار جوي، وهبوط محسوب بالثانية. الكتاب بيقول: إذا لم يكن لديك هدف، فإن العقل سيتوقف عن العمل. الشخص الناجح عارف هو رايح فين وإزاي، غير كده هتفضل تلف وتدور وترجع لنفس المكان. الكتاب بيأكد إنك لازم تترجم كل حلم لخطة واضحة بخطوات صغيرة قابلة للتنفيذ. مثال: بدل ما تقول عايز أتعلم إنجليزي، حدد: هدرس 30 دقيقة كل يوم وأخلص كورس أونلاين خلال 3 شهور. الفرق بين اللي بيحقق حلمه واللي بيفضل يحلم هو ورقة وقلم وخطة واضحة. الدرس الثالث: احذر فخ المقارنات. السوشيال ميديا مليانة صور مثالية وحكايات متفبركة، فنبدأ نقارن نفسنا بيها، وده بيضيع إحساسنا بالرضا ويسرق مننا متعة حياتنا الحقيقية. الكتاب بينصح: ركز على نفسك، على رحلتك، على تطوير مواهبك وقدراتك، مش على حياة ناس غالبا مش حقيقية أصلا. الكتاب بينصحك إنك تقارن نفسك بإصدارك القديم. شوف أنت كنت فين وبقيت فين. لو النهاردة أنت أحسن من امبارح، أنت كده ماشي صح، حتى لو خطواتك صغيرة. الدرس الرابع: أذهل السلبيات قبل إضافة الإيجابيات. دي فكرة يمكن تخالف البديهي. إحنا دايما نفكر نضيف الإيجابيات، لكن الكتاب بيقول: ابدأ بإلغاء السلبيات. الأفكار السلبية زي فرامل الهند في العربية، مهما دوست بنزين. الإيجابيات: العربية مش هتمشي بكامل سرعتها.
فك الفرامل الأول، وقف التفكير السلبي، جلد الذات، العادات اللي بتسحبك لتحت، وبعدها ضيف الإيجابيات. ساعتها بس هيكون ليها تأثير حقيقي. تخيل معايا إنك عايز تملى كوباية عصير برتقان طازة، بس الكوباية أصلا مش نظيفة. لو صبيت العصير على طول هيبقى الطعم سيء مهما كانت جودة البرتقان. ده بالظبط اللي بيحصل في حياتنا. بنحاول نضيف عادات إيجابية زي القراءة أو الرياضة، لكن لسه محتفظين بعادات سيئة بتسحب طاقتنا وبتفسد النتيجة. الدرس الخامس: قوة التجاهل. القوة الحقيقية مش في الدخول في كل جدال أو الرد على كل مستفز. القوة الحقيقية إنك تركز على طريقك وتلتزم بمبادئك، وتعرف إن مودك وخطواتك مش لازم تتحكم فيهم تصرفات الناس. زي ما بيقول الكاتب: كن أنت القائد لنفسك. الكتاب بيأكد على فكرة إنك تحط عينك على هدفك وتطنش الضوضاء حواليك. اقتباسات مهمة من الكتاب: العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال إذا استخدم معه الإيحاء المتكرر. العقل لا يرى ما لا يؤمن به. الخريطة الذهنية ليست الواقع، بل هي خريطة للواقع. الخوف هو أكبر معوق. إذا لم يكن لديك هدف، فإن العقل سيتوقف عن العمل. تكلم بإيجابية، لأن كلماتك هي الأوامر لعقلك. كل إنسان لديه القدرة على التغيير. النجاح يأتي من خلال الإيحاء. كن أنت القائد لنفسك. الهدف هو الذي يجعل العقل يعمل. نحن نكرر برمجة الآخرين. الأفكار دي بتفضل مجرد كلام جميل لحد ما ناخدها ونحولها لأفعال، لعادات يومية. ساعتها بس بتغير حياتنا. إيه القرار البسيط أو العادة الصغيرة اللي ممكن تبدأ منها من النهاردة وتغير حياتك؟ شاركنا في التعليقات، ويلا نبدأ رحلة التغيير.